توقعاتي للفرق المتأهلة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. أجمل ربع نهائي، تكسير عظم ملاحم كروية. راح نشاهد مباريات كبيرة ومباريات جميلة. مين راح يتأهل إلى نصف النهائي ومين راح يطلع؟ راح نتوقع بهذا الفيديو. عندنا مباراة باريس سان جيرمان وعندنا مباراة ليفربول. مباراة صعبة. الفريقين بداية الموسم مستواهم كان سيء، والآن الفريقين تحسنوا ورجعوا، وشفنا باريس كان سيء حتى بالأبطال تأهل ملحق، وليفربول كان سيء بعدين رجع لمستواه. مباراة صعبة جدا 50-50، لكن بعطي الأفضلية لباريس سان جيرمان بسبب لويس إنريكي. عندنا مباراة الباير ومباراة ريال مدريد. بايرن ميونخ اللي آخر 4 مرات يخرجه ريال مدريد. ريال مدريد للأمانة اللي سواه في بايرن ميونخ ما حد سواه بالعالم. بايرن ميونخ أنا لو إني كنت مشجع بافاري كنت استحيت من هذا اللقاء، حرفيا خجلت من هذا اللقاء. فأنا بتوقع ريال مدريد راح يمسح الأرض في بايرن ميونخ ذهابا وإيابا، فبرشح نادي الريال. بنتكلم على المفاجأة، وأنا عندي إحساس راح يصير مفاجأة بهاي المباراة. مباراة لشبونة ومباراة الأرسنال. أنا ما بعرف، بعد ما شفت لشبونة رجع في ريمونتادا على نادي بوتو جليميت، ما بعرف، عندي إحساس رغم أن 60% برشح الأرسنال و40% للشبونة، فبتوقع لشبونة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. هذا توقع، ممكن أرسنال بنسبة كبيرة. عندنا مباراة أتلتيكو مدريد ومباراة برشلونة. هاي المباراة صدقوني وحرفيا بقول لك والله مو ثقة ببرشلونة، والله العظيم اقسم لك بالله. انا بشوف اتلتيكو رحلته انتهت في مباراة كأس الملك، مشان هيك قلت لك خليه يروح ياخذ كأس الملك. انا بعطيها توقع 99% لبرشلونة و1% لاتلتيكو. ما بدي اقول لك 100%، رغم الثقة عندي مليار بهاي المباراة. برشلونة خابز وعاجن اتلتيكو مدريد وماسح في الارض. اتلتيكو فاز الرباعية، واحنا بنعرف شو الظروف اللي فاز فيها. رافينيا غايب، راشفورد غايب، ليفاندوسكي غايب، بيدري غايب، ديونج لحاله. احنا بنعرف ديونج وبيدري مكملين بعض في خط وسط الملعب، ما كانوا موجودين، كان فقط عندك جهة لامين، ولامين لحاله ما بيقدر يصفق، الايد لحاله ما بتصفق. فعشان هيك اتلتيكو مدريد راح تكون بطولته هذا الموسم خلصت عند كأس الملك، راح يخرج. فانا بشوف لشبونة امام برشلونة، وبشوف باريس سان جيرمان امام ريال مدريد في نصف النهائي. انا ما راح اتوقع حاليا، انتم اعطوني توقعاتكم مين راح يصعد النهائي. خلينا نشوف اذا الفرق هاي تأهلت ام لا، وبعدها نتوقع مين الفريق اللي راح يصعد الى النهائي. راح اتكلم على مباراة نيوكاسل وبرشلونة. قسما بالله العظيم فريق نيوكاسل فريق جبار، فريق يحترم على مباراة الذهاب اللي قدمها وعلى الشوط اللي قدمه في الكامب نو. والله ما كانت مباراة سهلة، بل كانت مباراة صعبة على نادي برشلونة. أنا شخصيا اتفاجأت من الشوط الثاني. شو اللي صار بالشوط الثاني؟ شو اللي تغير بالشوط الثاني؟ برشلونة يستقبل هدفين في ملعبه، تسجل هدف تستقبل هدف، يعني أنت طالع للتعادل آخر دقيقة. بالشوط الأول أتت ركلة الجزاء التي قضت على المباراة، ونيوكاسل أتاك مندفع فترك المساحات، فشفنا مارتن لرافينيا، رافينيا للوبز. كانت رصاصة قاتلة على نيوكاسل، وهنا خرج نيوكاسل من أجواء اللقاء. وهنا نيوكاسل ذهنيا نفسيا معنويا حرفيا اتدمر، كان نازل مندفع وفتح المساحات لبرشلونة، وأخطر شيء تفتح المساحات لنادي برشلونة. وأنا كنت والله متخوف من هذا اللقاء. مباراة صعبة، وفريق نيوكاسل ليس فريق سهل مثل ما بيقول البعض. كنت أقسم بالله خايف من هاي المباراة، والحمد لله عدينا هذا الفريق الصعب. بالنسبة للفرق الإنجليزية والله عيب عليكم، كل واحد صارف له مليار 500 مليون، بتصرفوا أموال هائلة على دوريكم. والله اللي صار بالفرق الإنجليزية اتبهدلت حرفيا. باريس على تشيلسي بال8 مسح فيه الأرض حرفيا، وفريق المليار. أنا اليوم مع أبو تريكة لما بيقول لك فرقة المليار
بالثمانية من باريس انمسح فيكم مسح. توتنهام امام اتلتيكو، توتنهام والله فريق نجوم كلها سوبر ستار، وحتى يمتلك عناصر احسن من اتلتيكو. 7 مع الرأفة والرحمة. وبتعرف سيميوني لو ما كان يدافع، والله لو كان يضغط عليهم ما بتجي هال5 أهداف، بس سيميوني يرجع للخلف اللي خلى فريقه يستقبل 5 أهداف. 7-5. مانشستر سيتي كل موسم بيجدد وبيصرف ملايين الدولارات، أموال هائلة. 5-1 من ريال مدريد. 5. انمسحت فيك الأرض يا بيبي جوارديولا. أنا برأيي لازم تعتزل وتأخذ إجازة مثل يورجن كلوب، إجازة طويلة، وتفكر لي خارج كرة القدم، تروح للسياسة. برشلونة نيوكاسل فريق نجوم سوبر ستار، والله من أرقى النجوم، من أرقى اللاعبين، صارفين 500 مليون. كل لاعب عندهم سعره 100 أو 80 أو 70، ما عندهم لاعب ب40. كلهم الأظهرة عالميين، الأجنحة عالميين، خط الوسط عالميين. برشلونة اللي إلى 2 سنين ما عم يصرف وفوت الميركاتو يفوز عليك ب8. والله هاي جريمة بحق الدوري الإنجليزي، دوري سباق الخيل. أنا برأيي هذا الدوري لولا الأموال اللي بتنحط فيه، لو بتنحط بالدوري الإسباني لكان الدوري الإسباني رقم 1 على مستوى العالم. وتحياتي يا شباب.